الله، عظمه على عظمه يا ست. مش عارف من غير الذكاء الاصطناعي ده كنا عملنا ايه. الذكاء الاصطناعي في الفترة دي مسبب رعب للعالم كله، وده لأننا بدأنا نحس خطورته. يعني أنت بتنام وبتصحى ما بتبقاش عارف هتلاقي شغلانتك ولا لا، ممكن عادي روبوت ياخدها. والله الزمن اللي جاي كله بالكمبيوتر، يعني هيستبدلوك بكليك عادي. اصل أنت إيه الفايدة منه؟ الحقيقة إن كلمة الذكاء الاصطناعي مش كلمة جديدة، وإن الكلمة دي بتتقال تقريبا من 1956، ومن بعد 1956 اتقدم تقريبا 340 ألف براءة اختراع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وكانت الأفكار كلها بتتمحور حوالين محور واحد: إزاي نستبدل الشغل اللي بيعمله الانسان ببرنامج ينجز هو المهم. اذا احنا دلوقتي قدام برنامج ممكن يحل محل الانسان عادي. مش بقول لك الموضوع قديم. ولو هنمسك في فكره استبدال الانسان بالاله، فاحنا بقى هنرجع بالزمن لاول روبوت في التاريخ، وده كان روبوت برتبه الطيار. الروبوت ده كان مرتبط ببوصله، البوصله دي كانت مرتبطه بجهاز كل شغله انه يحدد الارتفاع، وكان في جهاز تاني لتحديد الاتجاه، وجهاز تاني لتحديد الاتجاه اللي هتمشي فيه الطياره. فكان جورج بالنسبه للطيارين صبي طيار. الطيارين في الوقت ده كانوا بيحددوا اتجاه الطياره وبيسيبوا جورج كان بيراقب مدى ثبات الطياره ويشوف هل الطياره ديت هتحدف شمال ولا ماشيه في اتجاهها ولا النظام ايه. فليه بقى الناس عامله قلق من فكره الذكاء الاصطناعي دلوقتي؟ ما الموضوع من زمان يا جدعان. الفكره كلها في موضوع التطور، لان الموضوع يوم عن يوم بيتطور بشكل كبير وسريع جدا. فعلى سبيل المثال عندك ايلون ماسك اللي من قريب بس قدر ياخد تصريح من FDA انه يزرع شرايح ذكيه في ادمغه البشر. يعني من الاخر هيعمل لك بني ادم بشريحه. طب الشريحه دي هتفيدنا في ايه يا عم ايلون؟ عد معايا المميزات. ايلون قال ان الشريحه دي هتفرق جدا مع البشر، لان الشريحه دي هتزود السنسورز بتاعته. سنسورز ايه اللي هتزيد؟ مش مكفيك الخمس حواس. العالم حاليا خايف من فكره النوع ده من التطور، لدرجه ان من كام يوم اتنشر ان اذكى روبوت في العالم كان قاعد مع صحابه البشر وبيطمنهم، يقول لهم ما تخافوش احنا مش هنسيطر على العالم. بس والله يا زميلي ما اخبيش عليك، انا خايف. فموضوع الذكاء الاصطناعي ده كبر جدا وبقى اكبر من ان انت تقعد تعمل شات مع جدك المتوفي، او ان عمرو دياب يغني لحمزه نمر. بس بصراحه الست وهي بتغني يا ليل حاجه تانية. بس يا ريت ما تعملوش كده تاني وسيبوا الاموات في حالهم. سلام.